سؤال يعني عن اللحية يعني. مهم. في الواقع أنا بدأت قبل 7 أشهر وربي اللحية، تمام. يعني اقتنعت باللحية والحمد لله يعني. بس في بعض المضايقات من الأهل ومن الأصدقاء. انت يعني اللحية امس كنت معنا بالبث. ما كنت معك. سبحان الله، كل يوميا يا شيخ تاتيني سؤال ايش، او ياتيني سؤال حول هذا الامر، مساله البيع. لا والله تلتفت. حبيت توضح لي. لا شوف يا الغالي، اوضح لك حاضر. اللحيه آه، بوجهك لو بوجوههم؟ بوجهي. بوجهك. اللي يجيك يكلمك يقول له وجهي لو بوجهك هي. بوجهي. خلاص اذا كلمك قل له بوجهي لو بوجهك يا طيب. بس نعم، هكذا، بس ما بوضوحك. قل له يعطيني انا انا شني، انا اتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في لحيتي. انت من نعم. تخرط اللحيه مالتك تقل له بوجهك وكل يوميه ضاربها موس، انت تتشبه منه يا استاذنا العزيز؟ كيف قل له هالشكل، قل له هاي شفت انا بوجهي. هذه علامه ترى من علامات ايش؟ التزامي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانت شنو علامه شو اسمه التزامك؟ اللحية. هو قل له هالشكل، قال لك ما عندي التزام، ما عندي. قل له خلاص معناته بالله ما عنده، حل هو عني. ما عنده. قل له حل عني. قل له ولا اسمع منك مره ثانيه تفتح وياي موضوع اللحيه. فاذا فتحت موضوع اللحيه مره اخرى، تمام. الأب والأم يعني مش لا بس. لا لا، احنا قلنا ما قلنا الاب والام. لا، الاب والام لهم كل الاحترام والتبجيل. اذا كلموك قل لهم الله يصلحنا. قالت لك يما يمتى تخفف لحيتك؟ والله يما اسال الله ان يصلح حالنا. الوالد قال لك يمتى تحلق لحيتك؟ لا والله الله يصلح الحال يا ابتي، اسال الله لنا الهدايه والتوفيق والله يوفقنا. غير الموضوع. والله يا شيخ يشبهوني ببعض الجماعات يعني في الجزائر، أنت تعرف يعني بدون ذكر. خلي يقولون اللي يقولون يا شيخ. لو يقولوا لك انت تشبه ايش اسمه المسيح الدجال، قل لهم طيب وبعدين ايش اسوي انا؟ ايش اسوي انا اشبه المسيح؟ وبعدين ايش اسوي؟ ايش اسوي انا؟ راحتهم، خلي يقولون اللي يقولون. ما ايش اسوي لهم يا شيخ؟ الناس ما تستطيع ان تسد حلوقتهم شنو. والله تمام الأصدقاء حبيبي. يقولون لكن عادي، لكن كي تجي المضايقة من الأهل لا صعيبة لا شوية. لا، من اي انسان غير مقبول. قلت لك عدا شو اسمه الاب والام. اما من الناس قل له اذا تفتح وياه موضوع اللحيه ما اكلمك. والله شكرا يا شيخ، شكرا. بارك الله فيك. هذا بالشيخ عبد الرحمن.